أخلاقيات البيئة. أولاً، الأسس المستقاة من الأخلاق النظرية. لقد رأينا عرضاً مختصراً لهذه المذاهب الأخلاقية المعاصرة التي تشكل نواة الأخلاق التطبيقية المعاصرة، وربما نحتاج لتوضيح تأثيرها في أخلاقيات البيئة. ونقول أن الحديث عن مدخل جمالي للبيئة يختلط بروح فوكو، والحديث عن قبول الألم الذي تخلقه لنا البيئة ومحاولة الوصول لذلك الكمال في علاقة الإنسان بالبيئة بحيث لا يجني أحدهما على الآخر يذكرنا بمذهب الرغبة والسعادة. والحديث عن مذهب ديني للتعامل مع البيئة وتعاطف نفسي وجداني مع مكونات البيئة يذكرنا بليفيناس. كما أن الحديث عن أولويات توزيع الخيرات البيئية أو أولويات تعاملنا مع البيئة اقتصاديا يذكرنا بالإنصاف عند لورز. أما ما يدور في أروقة البحث البيئي ينظمه لنا مذهب الحوار وأخلاقيات العلم والعقل التواصلي بين الإنسان والبيئة يذكرنا بهابرماس. ما أود قوله أن الأخلاق النظرية السابقة أساس سري لأخلاقيات البيئة في عالم لن نجد فيه معايير ومقاييس أخلاقية قائمة منتصبة في الفراغ. ثانيا، عرض لمدارس أخلاقيات البيئة. ما الذي تضيفه الأخلاق البيئية عن مباحث الأخلاق الأخرى؟ في الأخلاق التقليدية نركز على فعل الكائن الإنساني وسلوكه تجاه الكائنات الإنسانية الأخرى أو المجتمع على سبيل التكبير، لكن أخلاقيات البيئة تمد الجدل الأخلاقي للفعل الإنساني تجاه الكائنات الأخرى، سواء كائنات حية كالحيوانات والنباتات أو كائنات غير حية كالأنهار والجبال وغيرها. أي أن أخلاقيات البيئة تتناول الفعل الإنساني تجاه ما يسمى بالمحيط الحيوي البايوسفير. ويوجد 7 مدارس كبرى فيما يعرف بأخلاقيات البيئة تنطوي تحت تياران منهجيان. التيار الأول ويمثل الأغلبية وهو يعتمد على العقل ولا مجال فيه للحدس أو العواطف، وهو يبني صرحه النظري على أسس راسخة في فلسفة الأخلاق العقلانية، ويضم 3 مدارس. المدرسة الأولى مدرسة نظرية الحقوق، المدرسة الثانية النفعية البيئية، المدرسة الثالثة أخلاق الأرض. وتأتي المدرسة الرابعة كحلقة وصل بين التيار الأول تيار الأغلبية والتيار الثاني تيار الأقلية الذي يعتمد على العواطف وإثارتها والدين، وهي مدرسة علم البيئة العميق. ثم يأتي بعد ذلك التيار الأقلي ممثلا في 3 مدارس: المدرسة الخامسة الحركة البيئية النسوية، المدرسة السادسة الطاوية، المدرسة السابعة الأمريكيين الأصليين. عرض موجز لأهم أفكار كل مدرسة. المدرسة الأولى نظرية الحقوق Right Theory. التقاليد اليونانية والديانتان اليهودية والمسيحية ترى أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك روح خالدة وجوهر ثمين، من ثم هو أعلى المخلوقات كمالا في الكون، وكل الكون مسخر لخدمته وراحته. وفي الفلسفة الحديثة يعرف إيمانويل كانت الإنسان بأنه الكائن المستقل ذاتيا والعقلاني والذي يملك القدرة على صياغة المفاهيم. هذا هو الشخص الذي يتمتع بموقف أخلاقي، أما باقي الكائنات فليس لها موقف أخلاقي لأنها غير عاقلة. إلا أن كانت وكذلك القديس توما الإكويني في العصر الوسيط يرون ضرورة الرأفة بالحيوان، لأن الممارسات الوحشية ضد الحيوان تشجع الإنسان وتربيه على انتهاك حقوق أخيه الإنسان. إذن لا حقوق لأي كائن غير الإنسان. لكنه في عام 1975 سينجر، العالم سينجر، الفيلسوف سينجر، وفي عام 1981 الفيلسوف ليجان، بعض المنادين بحقوق الحيوان، حاول البرهنة على أن قاعدة الحقوق هي قدرة الكيان على المعاناة، فأي كيان قادر على المعاناة له حق. لكن يعد بول تايرول 1986 هو الفيلسوف المحوري وراء مدرسة الحقوق، فهو يقسم الكيانات الأخلاقية إلى: 1. الوكلاء الأخلاقيين. الوكيل الأخلاقي هو الذي يمتلك السعة للتصرف الأخلاقي أو غير الأخلاقي، وهذه السعة تتضمن القدرة على الحكم الأخلاقي، القدرة على الانشغال بالتشاور الأخلاقي، القدرة على تحمل المسؤولية تجاه الآخرين، القدرة على تنفيذ الواجبات. إذن الوكيل الأخلاقي هو الذي يملك الواجبات والمسؤوليات والالتزامات مثل البشر، فلهم القدرة على منع معاناة الحيوان مثلا. 2. المواضيع الأخلاقية لا سعة لها مثل الحيوانات، وهي لا حقوق عند الوكلاء الأخلاقيين. نقد نظرية الحقوق.
واحد، لم يمتد ليشمل حقوق النظم البيئية والكائنات غير الحية والنباتات، فهي ليست مواضيع أخلاقية في مدرسة الحقوق. اثنين، أولويات الحقوق إذا تعارض حق إنسان مع حق حيوان، هل نفضل الإنسان ونجني على الحيوان لمجرد أنه غير إنساني دون احترام معاناته؟ إذا هناك سؤالان لابد من طرحهم. واحد، هل معايير اعتبار الكائنات الأخرى لها حقوق معايير جادة ولماذا؟ اثنين، في إطار النزاع المتأصل بين الكائنات كيف نرتب أولوياتنا وتفضيلاتنا؟ المدرسة الثانية، مذهب النفعية أو النفعية البيئية utilitarian eco-utilitarian theory. المذهب النفعي عموما هو إجراء موازنة عقلية بين نتائج الفعل الإيجابية والسلبية بالنسبة للمجموع وليس للفرد، والأخذ بهذه الموازنة في التصرف. ما هي النتائج الإيجابية للفعل؟ هل هي السعادة ستيوارت ميل أم اللذة بنتهام؟ في النفعية البيئية النتائج الإيجابية هي الصحة، جودة عمل النظام البيئي. النقد لهذه المدرسة في ازدواجية السلوك، لدي حاجات أشبعها باستهلاك يضر بالبيئة وهذا من أجل المنفعة والمتعة. أنا مواطن مسؤول تجاه البيئة، أدرك أنه في الحفاظ على البيئة سعادتي ومنفعتي. إنها مشكلة النفعية، النفع بعيد المدى أم النفع قريب المدى أم العدل بحيث لا أظلم نفسي لا بعيدا ولا قريبا؟ وكيف يكون؟ إنه السؤال أيهما أكثر تحقيقا للسعادة؟ تدمير البيئة بدعوى الحاجة للمتعة أو المنفعة أم الحفاظ عليها من أجل المتعة والمنفعة أيضا؟ هل نزهة برية أفضل أم تغيير الهندسة الوراثية لبعض الكائنات بهدف سد الجوع الغذائي؟ أيهما المطلوب أخلاقيا وبيئيا؟ المدرسة الثالثة، أخلاق الأرض The Land Ethics. الأرض ككل كائن حي، فالنظام البيئي له هرم بيولوجي يتطلب شرط سيكولوجي هو وجود ضمير بيئي، فالنزاهة والاستقلال وجمالية النظام البيئي هو ما يدعونا للحفاظ على البيئة. الأرض لها حقوق نابعة من ضميرنا البيئي وثقافتنا الكونية. إن أخلاق الأرض حاولت استنباط حكمة كلية من تداخل وتعقيد النظم البيئية في ظل النظرية التطورية والتاريخ الطبيعي وعلم البيئة، وتعد أخلاق الأرض من أهم المدارس في أخلاقيات البيئة، وذلك لاستخدامها مدخل فلسفي كلي بالإضافة للمدخل الجمالي والنقد الشديد لأسلوب الحياة الغربي الذي استنزف البيئة ودمرها. رائدها هو ألدو ليبولد 1966. من أهم المنظرين لهذا المجال بعد موت ليبولد هو بيرد كالي كوت 1987. إذن فهذه المدرسة قديمة زمنيا وعميقة فكريا، فهي فلسفة للبيئة وليس مجرد أخلاق. المدرسة الرابعة، علم البيئة العميق Deep Ecology. مبدأ بايوسنتريك، الإنسان ليس أكثر من مجرد جزء من النظام البيئي، ليس أكثر أهمية من أي جزء آخر. كل الكائنات سواسية ولا بد أن نشعر بذلك، لا بد أن نشعر شعور الطبيعة لأننا جزء منها، وإضرارنا للبيئة هو إضرارنا لأنفسنا. لا بد من إقامة علاقة عميقة مع الأرض، بشر ومكونات أخرى. لا بد من صيانة تنوع الحياة والقيمة الذاتية للأشياء غير الإنسانية. لا بد من تخفيض السكان وتخفيض الاستهلاك الإنساني للحاجات غير الحيوية، فلنفكر في القناعة والرضا والاندماج بالأرض بدلا من الطموح الشرير نحو التقدم المادي والتقني والتميز والعلو عن الأرض. فالطبيعة مسرح للتعبير المبدع والنمو الروحي الخلاق. ونقد هذه المدرسة لا نستطيع أن نقول أن هذه الحركة غير عقلانية، لأنه ما الذي يبرر إحساسنا بالتفوق عن الكائنات الأخرى عقليا؟ وما العقل إلا نتاج التطور البيولوجي؟ وما يبرر طموحنا المجنون نحو التقدم المادي؟ سنكون غير عقلانيين إذا اعتبرنا أن علم البيئة العميق غير عقلاني. لكن نعرة المدخل التواضعي المعتمد على الرضا والانسجام العميق مع الطبيعة ربما لا يكون شديد العقلانية. لذلك هذه المدرسة هي حركة الوصل بين التيارين الأساسيين في فلسفة البيئة، العقلاني والعاطفي. المدرسة الخامسة، الحركة البيئية النسائية إيكو فيمينيزم. لابد أولا أن نعرف أن هناك فرق بين حركة تحرير المرأة التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة والحركة النسوية أو الأنثوية في الفلسفة والعلم. فتلك
الحركة النسوية هي ما بعد تحرير المرأة، بمعنى أنها تهتم بإبراز الاختلاف بين الخصائص الأنثوية والذكورية أكثر من التركيز على نقاط التساوي، وتأتي بدراسات علمية تثبت تميز المرأة عن الرجل في مجال الجهاز العصبي والذكاء وفي الخصائص المعرفية والإدراكية. والنظرية الأساسية هي التضامن من أجل التنوع وتشجيع موقع الأقلية، فالهدف هو التنوع الخلاق. والطبيعة مضطهدة مثل المرأة، وآن لها أن تتحرر في شكل أخطار بيئية وأن تنتصر. فالرجال كانت لديهم رغبة في إخضاع الطبيعة والسيطرة عليها وقمعها والتحكم فيها، في حين أن النساء حبوا الطبيعة وتعاطفوا معها وعايشوها بعمق. نحن ليس متساويين، نحن متنوعين، وآن الأوان لكي يأتي عالم أموي يحب الطبيعة ليحمي الإنسانية من تهديد الطبيعة للرجل والمرأة على السواء. الدور الآن على النساء ليصالحون بالطبيعة مرة أخرى. المدرسة السادسة الطاوية. طاو أو طريق السماء ديانة صينية قديمة ومتجددة تنافس الكونفوشيوسية على مر العصور، حيث الكونفوشيوسية ديانة عمل واجتماع ومدنية، في حين أن الطاوية صوفية انعزالية تتغزل الطبيعة، ترفض الأخذ بكل أساليب ووسائل العلم لتسعد بالعيش في حالة الإنسان الطبيعي قبل المدنية والحضارة الذي أذتنا جميعا. لا عجب أن الثقافات الشرقية القديمة تأخذ بريقا لامعا في الثقافة الغربية، حيث ذلك الآخر الغامض الذي ربما يحمل بين جانباته مفتاح الإنقاذ للحضارة الغربية المتألمة من أوجاع المدنية. المدرسة السابعة الأمريكيين الأصليين، وهم الهنود الحمر كآله المدنية التي قتلتهم وشردتهم، محبو للحياة البرية والعيش في بساطة وتجارب سريرية عميقة مع الطبيعة.